قنبلة واحدة فقط بحجم حقيبة عادية قادرة على تدمير العالم وسحقه ومحقه وإبادته، قادرة على قتل 95% من البشر والأحياء على الأرض، وال5% الباقين سيعيشون في ملاجئ تحت الأرض لا يرون نور الشمس لمئات السنوات وربما الآلاف. قنبلة نهاية البشرية والحياة والحضارة. من سيمتلكها أولاً سيحكم العالم ويرعبه، لأنه سيكون أول من امتلك أخطر سلاح في التاريخ والحضارة كلها. قنبلة يوم القيامة المرعبة التي لم تسمع عنها من قبل، وتتصارع عليها أقوى دول العالم لامتلاكها أولاً. إنها قنبلة الشيطان، قنبلة إبليس، قنبلة مضاد البروتون، القنبلة التي ستنهي البشر يوما ما حال أن امتلكها أحد. فهي تعادل القنبلة الذرية في هيروشيما بملايين المرات. فأهلا بك في عالم البشر المرعب. في كتاب دان براون ملائكة وشياطين، يحاول مجتمع سري تدمير الفاتيكان باستخدام قنبلة مصنوعة من المادة المضادة. تعمل هذه القنبلة الخيالية عبر دمج جرام واحد من المادة بجرام آخر من المادة المضادة، وهي جسيمات رصدت لأول مرة في العام 1955، ثم في العام 1996 بتحويل البروتونات والمواد ذات الشحنة الموجبة إلى شحنة سالبة. وحينما تصطدم الموجبة والسالبة مع بعضهم البعض سيؤدي هذا إلى انفجار هائل. فكمية صغيرة جدا بحجم معلقة شاي صغيرة قادرة على سحق وتدمير مدينة كاملة وإبادة كل الأحياء عليها. ولكن حتى اليوم لم يستطع أي مختبر صناعة هذه الكمية الضئيلة من هذه المادة المرعبة. ولكن هناك مئات الأبحاث والمعامل حول العالم التي تحاول صنعها. ولكن ماذا سيحدث إن صنعت قنبلة المادة المضادة المرعبة، حقيبة تدمير العالم؟ إن صنعت هذه القنبلة بحجم يوازي حقيبة صغيرة جدا ويتم تفجيرها في أي مكان في العالم، سيحدث انفجار هائل قد تصل قوته إلى 300 مليون مرة حجم قنبلة هيروشيما. فقد تخيل الأمر وتخيل الرعب، أن تنفجر 300 مليون قنبلة ذرية في وقت ومكان واحد. ستحدث هذه القنبلة انفجارا هائل سيسمعه كل البشر في وقت واحد حول العالم، وبعد دقائق قليلة جدا سيغرق العالم في جحيم مرعب. سينتشر الانفجار بسرعة تقارب سرعة الصوت، أي أنك بمجرد سماع الانفجار ووصول صوتك إليه لن تبقى لديك إلا ثوانا معدودة جدا لتشاهد الجحيم آتيا إليك. سينتشر الانفجار وستتساوى الأرض تماما، ستسحق كل المباني على وجه الأرض، والناجين الوحيدين سيكونون من اختبأوا قبلها في ملاجئ نووية تحت الأرض بعدة كيلومترات. ستنتشر سحابة نووية على الأرض، ستغطى الأرض بكتلة دخان كثيفة جدا، ومن حالفه الحظ على وجه الأرض ومن لم يصله الانفجار سيموت بسبب الشعاع الذي سيقتله في غضون ساعات وأيام. ستحجب السحابة النووية ضوء الشمس لعشرات أو ربما مئات السنين، وسيبقى البشر الذين اختبأوا تحت الأرض في الملاجئ لآلاف السنين. سينسى البشر شكل الحضارة والأرض، ومن سيخرج ولو لساعة سيصاب بأمراض قاتلة مرعبة، وسيتحول جسده إلى جسد مشع قاتل قادر على أن ينقل عدوى الإشعاع المرعب لأي كائن حي، وسيمنع من العودة إلى تحت الأرض. فتخيل أن تكون حياتك وحياة أبنائك وحياة كل أجيال البشر لآلاف السنين تحت الأرض في ملاجئ، ثم مدينة كاملة تحت الأرض. سيتبقى أقل من 5% من البشر وربما 1% ممن حالفهم الحظ للهروب قبل الانفجار. فهذه القنبلة المرعبة ستكون سلاحا شيطاني مرعب